لو الحلاق تبعك بفرنسا أخطأ بالحلاقة وما عجبتك النتيجة أبدا، هل بحق لك ما تدفع له؟ شو بيقول القانون الفرنسي؟ القانون بيقول إنه الحلاق ما له مسؤول عن النتيجة، ولكن لازم يضع كل الوسائل الممكنة ويبذل كل ما بيوسعه ليرضيك. يعني لو بتقول له اعمل لي الغرة بالمقص لازم يعمل لك اياها، او تقول له اعمل لي تدريج كمان لازم يعمل لك. لكن لو طلعت الغرة قصيرة او الشكل ما عجبك ما له مجبر دائما يعوضك. وعم نقول دائما لان في حالات لازم يعوضك فيها، هي لو كان مثلا عنده حدا عم يتعلم واللي عم يتعلم هو اللي حلق لك وعمل غلط بشعرك، هون حقك تطلب تعويض. ممكن يكون قصة جديدة او ما تدفع له انه تكون الحلاقة مجانية، او هو الحلاق يقترح شيء. واكيد هون عم تتساءل ليش ليحلق لي الشغيل بالاصل او اللي عم يتعلم؟ ليش ما اطلب من المعلم مباشرة او صاحب المحل او الكوافير الاصلي هو اللي يحلق لي؟ هون في شغلة لازم نعرفها، انه عند عامة الحلاقين بفرنسا ما بحق لك تطلب انه شخص معين عنده يحلق لك إلا لو كان هو متيح هالخدمة أو معلن عنها أو كاتبها. لكن لما تاخد موعد من صالون ما بيتيح خيار تحديد الكوافير، فأنت لما تروح ممكن أي حدا عنده يحلق لك. أما لو أخذت موعد عند حلاق محدد عنده، فهون هو مجبر يخلي الحلاق اللي أخذت معه الموعد هو اللي يحلق لك. نفس القواعد هي بتنطبق بصالونات النساء وصالونات الرجال. وهيك بنكون جاوبنا على سؤال